السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمرا. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق فيكم بما يشتاق. اللهم آمين يا رب العالمين. في أول الفيديو كده أتمنى من حبايبي ومتابعيني اللهم صل على محمد يدعو لصاحبتي ربنا يشفيها يا رب العالمين ويعافيها كده وتقوم بالسلامة لولادها ويشفيها شفاء لا يغادر سقما ويهون عليها التعب اللي هي فيه ويجعل عمليتها ناجحة يا رب العالمين. دعوتكم لها يا جماعة بالشفاء. ربنا يبارك فيكم جميعا ويكبر خواطركم ما تشوفيش حاجة وحشة أبدا في اللي بتحبوهم. اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا النهارده ده كده الفطار ده كده كان فطار يوم الخميس. انا جايبه لكم فطار يوم الخميس وروتين يوم الجمعه. تمام. انا عندي انفار. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كان ابو ايمان كان معاه اخوه يوم الخميس. ف ما رديش يعني بعت مع والدته كده وما رديش ان احنا ان انا اعمل سمك وحاجات من دي. قال لوالدته ان هو تعبان فما رضيش فقمت عملت فطار البسيط اللي حضراتكم شايفينه ده. تاني يوم بقى انا كان عندي يعني انا كنت عامله حسابي ان هم هيبقى عندي 15 نفر. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد. جالي 15 25 يا جماعه مش 15. جالي 16. تمام. فانا بقى كنت عامله مسقعه وعامله بطاطس وسلطه زي ما حضراتكم شايفين كده وعامله بيض مسلوق ومخلل وعامله كشري وكل حاجه. يعني أنا كنت قايمه في اليوم ده من الساعه 4:15 قبل صلاة الفجر. يعني انا على ما قمت كده واتوضيت كده وولعت على البطاطس كان الفجر اذن. انا جيت اصلا ان انا اصلي قيام الليل ما نهضتش والله يا جماعة. ده البيض سلقة جايبة طبق بيض وكان عندي بيض كمان من البيت حوالي 8 أو 9 فسلقتهم. وده كده الطبق ده انا حطاه مجهزاه جايبه الطبق السلستين الكبير لان احنا هنغرف الاكل للانفار في الغيط. انا ما بسميهمش انفار لان هم كلهم طبعا اهلي وحبايبي وانا بحبهم كلهم والله العظيم يا جماعه. انا بحبهم كلهم كل اللي في الارض كل اللي كان في الارض. اصل احنا اصلا عزبه صغيره تتلاقينا كلنا بنكمل بعض. فيعني مفيش حد غريب بيدخل زي ما تقولوا كده. فكلنا اخوات وكلنا اهل وكلنا اصحاب. ربنا يعينهم ويقويهم على الشقة اللي هم فيه. كنت مطلعة البطانية عايزة انضف تنظيفات للعيد يا جماعة علشان يا دوبك. بس دلوقتي ماما كانت معايا اخدت الرز لان البوتاجاز بتاعي يعني بص اقول لكم مريض. فما اصلا ما قومش الرز وبوظ لنا حلة رز فهي اخدت البوتاجاز عشان عندها بوتاجاز حدادي فطبخت عليه. طبخت هي الرز. كنت عامله كشري يا جماعه من اللي هو الكشري الاصفر بتاعنا ده. وادي البطاطس اهي ما شاء الله البطاطس انا شارياها ممتازه. في ناس بتقول احنا جايبين البطاطس الكيلو ب8 جنيه. والله يا جماعه انا شاريه ال2 كيلو بطاطس ب25 جنيه. وجايبه الطماطم الكيلو ب30 جنيه. جايبه 4 كيلو ب150 جنيه. هوريكم التسويق عامه. يعني كده الكشري اهوت احنا كده بنحط في التوك توك. وانا هاخد الصينيه اللي حضراتكم شايفينها ديت انا هاخدها انا على دماغي. وهم اخدوا الصواني واخدوا الطبق اللي فيه الاطباق والمعالق والعيش والحاجات ديت. خدوها معاهم في التوك توك. تمام تمام. لو انت وصلت معايا في الفيديو اللي عندي دلوقتي شجعي اختك بلايك كده واشتراك جميل. وربنا يبارك فيكم ويكبر خواطركم. اللهم امين يا رب العالمين. كده بقى انا روحت فالانفار هي مشيت بعيد شويه قالوا لا احنا مش هناكل الا واحنا طالعين يعني لما نخلص الارض احنا هناكل. فكانوا سابوا الحته دي كده لهاني يعملها. فجيت انا قعدت اللهم صل على محمد. ويعني قعدت اساعده شويه. يعني انا ما عملتش حاجه غير 3 4 بنجرات وكانوا هم خلصوا. وقمت وقمت قايمين على طول انا وماما علشان نجهز الاكل. لان طبعا كان لازم نخلي اللي هي واجهه الارض مش واجهه الارض دماغ الارض ديت. كان لازم هاني يفحر رشاح علشان جيراننا هيرووا البرسيم بتاعهم. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كنا بنحاول ننجز علشان نخلي الدماغ ده خالص ما يبقاش فيها حاجه. والرشاح بس الميه اللي هتنزل من المروه تنزل عليه علشان احنا لسه في البنجر هيطلع ويعني لسه في شغل كتير. احنا عامه فضلنا طول اليوم ده يا جماعه. يعني انا فضلت طول اليوم ده والله العظيم من الساعه 4 زي ما قلت لكم 4:15 يمكن لعند الساعه 9 بالليل وانا واقفه على حيل.
اولا احنا كنا عاملين حسابنا ان كله يعني احنا هنيجي على الظهر كده ونكون مخلصين. للاسف ما خلصناش، هو قطشنا بس اللي هو شلنا الورق الاخضر دي من البنجرايه. واللهم صل على محمد وعلى ال محمد، عملنا كده بقى الهوا ايه جاب تراب كده ما كناش شايفين. فربنا يعين يا رب كل واحد على حاله، اللهم امين يا رب العالمين. كده انا بقى كنت طالبه، كان بتجيلنا جارتنا وحبيبتنا برضو بتفرش ايه، بيبقى معاها زيت وسكر وبيبقى معاها هدوم ملابس يعني. فانا بجيب منها الزيت والسكر، هي بجيب منها الزيت والسكر لان بتاخد بيه طيور من عندي. تمام، يعني الزيت والسكر ده انا بجيبه بتاخد بيه طيور من عندي. انا عامه ما بشتريش سكر كتير لان بجيب السكر من عند والدتي، بس الزيت دايما بجيبه منها علشان هي ما بتربيش طيور، او الطيور اللي هي بتربيها مش كفايه يعني ما بتكفيش بيتها. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد بجيب بقى الزيت. عامة هو سعر الزيت مش زي موجود في المحلات، هو بيبقى ازيد علشان انت بتجيبيه لما الطير اللي عندك يطلع، سواء عندك بقى بتتحاسبي بحساب قليل، سواء ما عندكش الطير فانت بتجيبي اللي عند ما يصبح عندك الطير فبتاخده، فبيبقوا عاملين حسابهم في كده. جبت للناس ده الكيلو ب20 جنيه زي ما قلت لحضراتكم. الخوخ الكيلو ال2 كيلو خوخ كانوا ب90 جنيه. تمام. الطماطم اهي زي ما حضراتكم شايفين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ال4 كيلو طماطم ب150 جنيه. الليمون ده كانت برضو بعتهولي من قيمة 3 أيام بس أنا طلعته. البرنجان ال2 كيلو ونص ب50 جنيه. والله يا جماعة أنا مش فاكرة الشطة بكام بصراحة يعني عشان ما اكدبش عليكم، بس أنا فاكرة إن الخيار كان كبير عندها قوي، الكيلو ب15 جنيه. وقد البطاطس ال2 كيلو ب25 جنيه. انا كنت مسوقه التسويقه ديت قطعت كام، والله شويه الطلبات اللي حضراتكم شايفينهم دول قاطعين 470 جنيه. ما هو يا جماعه كيس الطماطم ب150، كيس الخوخ ب90، الاناناس ب80. اللهم صل على محمد. يعني كل الاسعار غاليه. 80 ليمون، 4 كيلو ليمون الكيلو ب20 جنيه. فده التسويقه اللي انا كنت مسوقاها قبل ال يعني قبل يوم الجمعه. انا مسوقاها يوم الاربع، قبل يوم الجمعه ويوم الخميس عامه يعني. صلوا على النبي. كده بقى ماما كانت جايبه حته الستاره ديت بيفرشوا عليها الاكل، قالت هنفرش عليها الاكل علشان الانفار ما تقعدش على الارض وكده. قلت لها ماشي يلا توكلنا على الله. احنا كده بقى بناخد بنجر لان زي ما قلت لكم الهوا كان بيطير كل حاجه. فجبنا البنجر حطيناه كده وغرفنا الاكل وبألف هنا يا رب كل اللي كل حاجه. وجيت بقى لقيت البنات. انا ما حطيتش ايدي في الشقه اصلا في اليوم ده لان انا اصلا لا انا فاضيه ولا في اصلا وقت ان انا احط ايدي في الشقه وانضفها يعني. فاللهم صل على محمد. كده هما لقطوهم لقطه من بعيد لان انا ما بحبش اصلا ان انا اعرض على حد ان انا اصور فاهمين. فيعني هو كده لقطه من بعيد. طبعا جيت غسلت المواعين واتغدينا وطبعا حطينا اكل للي عايز ياكل كمان. الاكل كان كتير ما شاء الله. ربنا يجعل بيوتنا مفتوحه يا رب بخير ربنا وبنعيمه علينا وبفضله علينا. فاجا بقى طبعا انا عندي بقى 8 انفار. اللهم صل على محمد. اللي هم انفار التحميل اللي هم هيحملوا في الجرارات ويودوا الجرن. فكان عندي الانفار دي كنت بعطي ميه. الغطا اللي بتاع الازازه ده ملطوع. نصر ابني لطعه يا جماعه ما يعرفش بعود ايه كده، فمش راضي يروح ابدا لان ده حرق. عملت اللهم صل على محمد ازازتين دول عملتهم عصير ليمون وعملت سخان الشاي. ووالدتي كانت مدياني اللهم صل على محمد كيس بقسماط. فانا اخدت الكيس ده يعني اخدت منه شويه لان دايما لما اخويا يا رب يخليه ويبارك فيه اللهم امين يا رب العالمين ويطعمه خير الدنيا يا رب زي ما هو ما حرمنيش من حاجه. ربنا يا رب ما يحرموش من اي. يعني بصوا اقول لكم ايه، انا عايزه ادعي دعوه حلوه كده يستاهلها. انا ما بتلاقيش دعوه تجازيه والله العظيم الا ربنا يبارك فيه ويبعد عنه ولاد الحرام اللهم امين يا رب العالمين، ويكفيه شر عيون نظرت اليه وما برت، ويفرح ببنيته ويسد ما عليه. اللهم